دورك معاهم ايه بقى في مواهبهم، حتى لو كانت الموهبه مش شعر، بتشجعهم ازاي؟ بتقول لهم ايه؟ لا انا عندي امنيه صغيره في كليه تربيه فنيه، وهي اصلا موهوبه فنانه تشكيليه بتفني بقى ما شاء الله. يمكن هي واخده مني شويه الناحيه الفنيه شويه. اتنين بقى شباب بقى اسلام واحمد دول بقى دخلوا مجال التجاره، فما لهمش علاقه بالعبء. دول مشغولين بالتجاره بتاعتهم بس اكيد بتشجعهم برضه. اكيد طبعا لما بتيجي فرصه وبتاع يعني حضرتك مثلا ما اجبرتلهمش تقول لهم ادخل كليه كذا ادخل كذا ولا؟ لا هو دخل برغبته يعني. حتى امنيه لما دخلت تربيه فنيه برضه كان برغبتها، وهي كان عندها الموهبه اساسا في الفن التشكيلي، فهي دخلت الكليه بموهبه. وانا كمان بشجع، يعني انا بقول ان في كليات بتبقى متخصصه، الكليات الفنيه بالذات اللي دايما اللي يخش فيها حتى لو جايب مجموع يدخله حتى كليه ما دام عنده موهبه يخش الكليه اللي فيها الموهبه بتاعته، لان هي دي اللي هي هتسقي من علامات النجاح او يعني من عناصر. طبعا يعني هي طبعا لما الكليه متخصصه ايا كان، حتى لو الكليه دي ياخد مجموع مثلا قليل وجايب مجموع عالي هيدخله كليه هندسه او كده، بس هو عنده موهبه تدخله كليه فنيه، لا يخش التربيه الكليه الفنيه. تفكير حضرتك يعني عاطفي عقلاني في نفس الوقت، او حضرتك بتحب بشكل منطق وبنفس الوقت ان انت بنسميها ايه؟ بتنصف الشخصيه اللي قدامك، انك عايزه يمشي في طريق يقدر يدي فيه. طبعا الموهبه او يتحمل مشاكل. ما دام عنده الموهبه لازم يسكت الموهبه بتاعته بالدراسه. ايوه. ويخش، ولو جات له فرصه ان هو يدخل المجال بتاعها سواء في الكليه بتاعته كليه تخصص مثلا دي، فبيبقى افضل ليه طبعا بكتير. جميل جدا. النهارده الاستاذ فاروق سلامه الموسيقار المصري الكبير اللي ليه بصمات كتير بتخصه في عالم الموسيقى. كلمني بقى حضرتك، كنت على اتصال بيه ازاي، او ان وجوده النهارده دي اول مره يبقى مع حضرتك ولا تقرر انك تستضيفه معاك في؟ هو موجود دايما مع الاستاذ احمد مرسي، وطبعا معروف الفنان الكبير الموسيقار فاروق سلامه، ده الموسيقار اللي كان معاه الاكورديون ما ورا سيدة الغناء العربي ام كلثوم، ده غنى ورا ام كلثوم في الفرقه معاها. يعني في وقت ما كان من فريق عمل الفنانه ام كلثوم. وعبد الحليم حافظ ومطربين كبار يعني. عبد الوهاب. لذلك هو بيطلق عليه موسيقار اجيال الاجيال، لانه عاصر كذا جيل في عشرات السنين الماضيه. هو بيشرفنا النهارده في المهرجان بتاع الطفوله. انا مش معقول اشوف مع حضرتك شخصيه غير شخصيه جديره ومهمه، حتى لو كانت مجرد موهبه. لا ما شاء الله. لا وهو مبسوط جدا، شايف انا مبسوط جدا من الاطفال، خصوصا الاطفال اللي عندهم ملكه الغناء. احنا لازم نحاوله انا وحضرتك هو بقى مع بعض. على فكره خلص، عايزين نلحق بقى. هنحاول انا وحضرتك. نلحق بقى مش انا لوحدي. نسجل مع الاستاذ احمد مرسي. تمام. بشكر حضرتك جدا يا استاذ محمد مصري والف مبروك. طب نختم بقى بكلامك عن التقدير او التكريم الجميل ده. انا فوجئت بيه على فكره النهارده. وحضرتك اللي هتختم معايا بقى. هو التكريم ده انا فوجئت بيه النهارده على هامش المهرجان من الاتحاد العام للمبدعين بالمغرب. استلمته من الاستاذه سلوى البلغيتي العلوي سفيره ممثله الاتحاد في مصر، وكان مفاجاه جميله ليا هذا التكريم والوشاح والميداليه. مين تاني من اصدقائك في العالم العربي في المفكرين والمثقفين حضرتك برضو علاقتك بيه ليه يعني صداقه كده خاصه معاه او كده؟ لا كل الدول العربيه على فكره، ويمكن انا امبارح كنت كتير. وفي العراق كمان تحديدا. انا يمكن امبارح في صالوني كنت بستضيف 2 من الشعراء العرب الكبار العراقيين كانوا حاضرين الصالون معايا. يعني مش عارفه اقول ايه اكتر من ان انا احيي حضرتك، ويا رب دايما في المقدمه ودايما من رواد الفن في مصر واللي بتحافظ على تراثنا وعلى وجودنا الفني الحقيقي. مهما حاول اي حاجه تشوهه فهي دي كلها حاجات فرديه وحاجات هتاخد وقتها وتعتبر اي موجه او حاجه. احنا برضه هنحتوي الامر وهنكلم الشباب ومش هنقصوا عليهم وهنعلمهم الفن من خلال الاصوات المهمه اللي معانا زي ما قلنا. شكرا استاذه غاده، وشكرا على هذا اللقاء الجميل. احييك واتمنى دايما نبقى مع بعض ان شاء الله. شكرا. باذن الله.